السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض صينية بطاطس قمر كده زي ما انتوا شايفين. هنعملها بقى من غير ولا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة من دي. هنعمل صينية بطاطس أرداحي كده زي ما بنقوله. شايفين بقى كده الحلاوة والطعامة في جمال كده. بجد لازم تجربوها علشان طعمها حلو جدا. تعالوا بينا على طول ندخل على الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت بقى الصينية اللي أنا هعمل فيها كده البطاطس، حطيت فيها شوية زيت ومعلقة سمنة كبيرة بلدي كده علشان تدينا طعم حلو. جبت بقى معايا بصلتين حجم وسط أو بصلاية كبيرة وقطعتها قطع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش لازم البصل يكون قطع صغيرة، يعني أنا مقطعاه قطع كبيرة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بمعلقة سكر، معلقة السكر هتتكرمل معايا في البصل كده وهتدينا طعم حلو جدا. أي حاجة بحط فيها طماطم بديها كده شوية سكر. بعد البصل ما يدبل معايا بنزل معايا كده بمعلقة توم مفروم، معلقة كبيرة كده من التوم. هديها تقليبة كده، انا مش عايزة اي حاجة تلون معايا خالص. التوم اول بس ريحته ما تطلع معايا كده بروح نازلة بقى بمعلقة عسل كبيرة. معلقة العسل برضو هتدينا طعم حلو جدا مع السكر. هديهم بعد كده تقليبة كده وهنزل عندي بمعلقة خل كبيرة. بعد ما حطيت الخل هقلبهم بالشكل ده كده، وهنزل عندي على طول بالبطاطس اللي انا مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يكون السمك بتاعها ولا تخين ولا رفيع قوي، شايفين بالسمك ده كده. هنزل بقى بكل كمية البطاطس اللي عندي بالشكل ده كده. بعد كده هنزل بشوية توابل، عندي فلفل اسود كمون كزبرة وشوية بهارات وشوية شطة صغيرين. لو انتوا مش حابين الشطة ممكن تستغنوا عنها. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا بالشكل ده. هفضل اقلب كده 3-4 دقايق اشوحهم مع بعض كده. بعد ما قلبتهم مع بعض كده شوية حلوين هنزل عندي هنا بعصير طماطم بالشكل ده كده. وهظبط بقى الملح بتاعي، انا ما ضفتش ملح، هضيف دلوقتي شوية ملح. وهزود عليها بقى كده شوية مية علشان المية تغطي البطاطس عندي كده. هغطي بعد كده الصينية دي بغطا كده واسيبها لحد ما تغلي معايا. بعد البطاطس ما تغلي زي ما انتوا شايفين كده بهدي النار عليها. بسيبها على نار وسط كده واسيبها تستوي على عين البوتاجاز نص سوا. بعد كده بدخلها الفرن علشان تكمل سوا وكمان وشها يحمر. خلاص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده انا هاخدها كده ادخلها الفرن بقى. بولع لها الفرن من تحت بس، واول كده ما تقرب ان هي تستوي بروح مولعه الشوايه علشان وشها كمان يحمر. خلاص كده البطاطس استوت معانا وطالعه قمر كده زي ما انتوا شايفين الجمال والطعامه. بجد حلوه جدا. جربوها بقى علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم باي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.